السيده اللي كتشوفو ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. منيا بن شقرون زوجة الدكتور حسن التازي، الطبيب اللي كانت سميتو كترمز للثقه والنجاح مجال التجميل. لكن اليوم منيا خرجات من الحبس وسميتها ولات معروفه في وحده من اخطر القضايا الصحيه اللي هزت المغرب. تبع معانا هذا الفيديو باش تعرف قصه منيا بن شقرون. غنبداو القصه مع منيا بن شقرون، شابه في بدايه العشرينات كتنتمي لعائله ميسوره، ولكن عمرها ما خلات الراحه تبعدها على طموحاتها. منين وهي صغيره كان عندها حلم واضح في بالها انها تدرس الاقتصاد وبالضبط المحاسبه. بان من الصغر ان منيا شخص حيوي ونشيط، هي عجبها تخدم وكتكره الكسل، وكانت دائما كتحاول تستافد من وقتها. عندها ايمان واضح ان النجاح ما كيجيش من الفراغ، ولكن بالتعب والصبر والحلم الواضح. واحد النهار بنت عمتها اللي خدامه في شركه طيران قالت لمنيا علاش ما تجيش تخدمي معنا في هذه الشركه الكبيره والمعروفه، غادي تستافدي منا بزاف. منيا ما تردداتش حيت كانت باغيه تجرب شي حاجه جديده. دارت الاجراءات وبدات السطاج ديالها في الصيف. خدمات 6 شهور في هذه الشركه، والبدايه ما كانت سهله حيت المجال كان جديد عليها وكانت كتواجه تحديات يوميه. ولكن كل صباح كانت كتشد الطريق وكتوجد راسها باش تمشي للخدمه. كانت كتواجه صعوبات حيت الخدمه كانت كتطلب دقه وتركيز ومسؤوليه، ولكن منيا كانت من النوع اللي ما كيتراجعش قدام التحديات. كانت كتعتبر كل لحظه فرصه باش تعلم حاجه جديده وتطور مهاراتها. مع مرور الوقت المسؤولين شافوا الاجتهاد والاصرار ديالها فقرروا يقبلوها رسميا وسط الفريق. منيا ولات خدامه في هذه الشركه ديال الطيران، وفي نفس الوقت كانت كتقرا المحاسبه. مع مرور الوقت منيا غادي تتلاقى مع واحد الراجل سميتو حسن التازي. العلاقه بيناتهم بدات بتعارف بسيط، ومع الوقت تقربوا من بعضياتهم حتى قرروا يتزوجوا. الحياه الزوجيه ديالهم غادي تبدا بمغامره جديده لحيت قرروا يسافروا للولايات المتحده واستقروا تما. هذا مرحله حسن غادي كانت تقصد المجال اللي كيعجبهم، الجراحه التجميليه، وفضل الاجتهاد ديالو قدر يطور تقنيه جديده لشغلهم اللي غادي تثير اعجاب كبار الاطباء اللي كاينين في امريكا. لحمايه الابتكار حسن استشرف المنظمه الامريكيه لحمايه الاختراعات، الشيء اللي زاد من قيمته وفتح لي ابواب جديده للنجاح. وسط هاد التحولات حسن كان كيشوف حلم كبير قدام عينيه، تاسيس عياده التجميل في المغرب. وهنا منيا قررت تبدل التخصص تاعها من المحاسبه لمجال التجميل باش تكون مشاركه فعاله في هذا المشروع. بدات كتكون راسها وتدرس التجميل بهدف تولي مساعده خاصه لحسن وتقدم الدعم والاستشاره للزبناء. وفعلا رجعوا للمغرب وفتحوا اول عياده ديالهم في الدار البيضاء. بداو كيبنيو الاحلام ديالهم وتحلت لهم افاق جديده النجاح والتأثير. من بعد ما بدا حسن يخدم في واحد المصحة اللي سميتها مصحة حكيم، كانت منيا مراتو دايما كتساندو وكتشجعو. كانت كتشوف فيه الطموح والاصرار وكتامن بلي يقدر يدير شي حاجه كبيره. ملي دخلت مصحة حكيم واحد الازمه ماليه كلشي كان كيشوف النهايه. منيا كانت من الاول اللي شجعوا حسن ياخذ واحد الخطوه كبيره. بفضل تشجيعها ودعمها قدر حسن يحول الازمه لفرصه وسمى المصحه الجديده مصحة الشفاء، واللي مع الوقت ولات معروفة بمصحة التازي. لكن الشهرة الحقيقية للمصحة بدات حتى 2016 اللي شارك الدكتور التازي برنامج تلفزيوني سميتو تحدي سمنة اللي كان كيتعرض في قناة الثاني. البرنامج كان عنده رسالة إنسانية قوية، مساعدة الناس اللي كانوا كيعانيو من السمنة المفرطة باش يبدلوا حياتهم. والجميل في الأمر أن اللي كانت كتقدم البرنامج هي مراتو منيا. من بعد شاف برنامج ثاني اللي سميتو مرايا اللي كان كيتعرض في قناة تيليماغو. بهاد الأعمال ولات المصحة رمز ديال العطاء. الدكتور التازي ولا معروف في كل دار مغربية ماشي كطبيب ولكن كإنسان كيخدم قلبه. بدا الدكتور التازي كيركز على التسويق الرقمي وفتح قناة في يوتيوب وصفحة الفيسبوك، واللي زاد في الحضور ديالو السوشيال ميديا ولا كيوصل عدد كبير ديال الناس داخل المغرب وخارج المغرب. الشهرة ديالو زادت أكثر خصوصا ملي بدا يتعامل مع الممثلين والمشاهير المعروفين على مواقع التواصل. ولكن رغم هاد الشهرة الدكتور التازي بقى محافظ على الهدف الأساسي ديالو، يدير الخير ويتعاون مع المحتاجين. وفي 2020 مع بداية الجائحة قدم مبادرة قوية في هاد الظرف الصعيب. ساهم في بناء مستشفى خاص لاستقبال المرضى ودار حملة توعوية واسعة ظاهرة الاعتداء بالأسلحة البيضاء. ماشي غير دار الحملة
بل تكلف شخصيا في الاعتناء بالضحايا. هاد المجهودات الكبيرة ما ضاعتش، وفي نفس السنة حصل على وسام باستحقاق ملكي من طرف جلالة الملك محمد السادس تكريما له على الخدمات الإنسانية اللي قدمها لبلادو. من بعد هاد التكريم ركز الدكتور التازي على علاج حالات السمنة، وتكلف شخصيا بمتابعة الحالات المعروفين على السوشيال ميديا، وحقق معاهم نتائج باهرة في عمليات الشفط وعلاج الصحي، وهذا الشيء اللي زاد شهرته وشهرة المصحة ديالو. لكن في وسط كل هذه الإنجازات مونيا كانت حاضرة وكانت دايما مسانداه. من بعد هاد الشهرة الكبيرة اللي وصلها الدكتور حسن التازي جا الخبر اللي زلزل الرأي العام. في ابريل 2022 تشدوا هو ومراته وخوه عبد الرزاق وعدد من الطاقم الطبي والاداري لمصحة الشفاء. التهم اللي توجهت لهم كانت ثقيلة بزاف، ومن بينها النصب والاحتيال على المتبرعين والمرضى، استغلال الفقر والهشاشة ديال الناس، تحويل اموال المتبرعين لصالح المصحة، وحتى تهمة التجارة بالبشر. لكن مع هاد الوقائع كاين جانب انساني كيتعلق بمونيا اللي حسب تصريحات المحاميه ديالها دازت من مرحله صعيبه بزاف بعد وفاه ولدها. ولات واحد الحاله ديال الانهيار نفسي شامل، ولات كتستعمل بزاف ديال الادويه. مونيا ما بقاتش كتجي للمصحه ملي مات ليها ولدها وغابت على خدمه. المحاميه ديال مونيا قالت واحد الجمله اللي كانت فيها بزاف ديال المعاني: واش مونيا في هذه الحاله النفسيه مدمره اللي كتعيش حزن كبير على ولدها غادي يهمها ديال الفلوس ولا دير شي حاجه فيها الطمع؟ من بعد شهور طويله ديال الجلسات والضغط الاعلامي والنفسي، الدكتور حسن التازي خد 3 سنين ديال الحبس. من بعد ما دوز عامين برئوه بتهمة التجارة بالبشر وخرج من الحبس. أما مونيا فحكموا عليها 4 سنين ديال الحبس، لكن حتى هي برئوها بتهمة التجارة بالبشر وخرجت من الحبس. واحد من التصريحات المؤثرة اللي قالها الدكتور التازي على المعاناة اللي داز منها هو وعائلته، مؤكدا أنهم كانوا دايرين غير الخير وماشي نيتهم يضروا حتى شي حد. شحال من واحد كيعيش معاناة وسط الشهرة بلا ما نحسو به. القصة ديال مونيا ونشكرو من الدكتور حسن التازي كتعلمنا كيفاش الشهرة والنجاح يمكن يتحولوا فجأة لمحنة كبيرة، ورغم الصعوبات خاص الإنسان يتعلم تجاربه ويحاول يبدأ من جديد.